يا جماعة، وصلنا للحظة الحاسمة. مباراة واحدة بس، حلم واحد كبير، ومنتخب واحد فقط رح يتأهل لكأس العالم 2026. جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد جامايكا في مواجهة فاصلة، مواجهة حياة أو موت. السؤال هو: مين رح يخطف بطاقة التأهل؟ تخيلوا معي، كل شيء بيتحدد في 90 دقيقة. جيل كامل من اللاعبين والشعب بأكمله، آمالهم كلهم معلقة على هالمباراة. وقبل ما ندخل في كل التفاصيل المهمة، تأكدوا أنكم مشتركين في القناة ومفعلين جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. الموضوع أكبر من مجرد ماتش عادي. هيدي هي المباراة الفاصلة في الملحق العالمي لكأس العالم 2026. يعني كل العيون بتكون على ملعب أكرون في المكسيك، المسرح اللي رح يشهد على حسم هوية آخر المتأهلين للمونديال. طيب، أكيد الكل الحين يسأل متى وكيف بنقدر نتابع هذا الحدث التاريخي لحظة بلحظة. سجلوها التاريخ عندكم زين. يوم واحد بس رح يحدد كل شيء. يوم الثلاثاء 31 مارس 2026. هذا هو اليوم اللي رح تنحبس فيه الأنفاس وتتوقف فيه قلوب كل مشجعين المنتخبين. يلا، جهزوا المنبهات عشان تعرفوا مواعيد انطلاق صافرة البداية. لو كنتوا في المغرب أو تونس أو الجزائر، السهرة الكروية بتبدأ الساعة 10 بالليل، وفي مصر المتابعة رح تكون الساعة 11. أما المتابعين في السعودية فبيستقبلون يوم جديد مع بداية المباراة الساعة 12 منتصف الليل. أوكي، عرفنا الموعد، بس الأهم وين بنشوف هذه المعركة الكروية؟ خلونا نشوف معلومات البث الرسمية. الجواب بسيط وواضح. عشان تشوفون تغطية حصرية ومباشرة، ما لكم إلا مكان واحد: قناة BN Sports HD1. هذه هي الشاشة اللي بتنقل لكم كل لحظة من هذا الصراع الناري. والحماس ما يكمل إلا بالصوت اللي يرافقه. التعليق بيكون بصوت المعلق الكبير جواد بدة عشان تكتمل الأجواء الحماسية لهذه القمة المنتظرة. وفي الأخير يبقى السؤال اللي كلنا ننتظر جوابه: أي علم رح يرفرف في المونديال؟ هل الفهود الكونغولية رح يكون لهم الكلمة الأخيرة؟ أو محاربين ريغي من جامايكا بيكتبون التاريخ؟ الجواب رح نعرفه على أرض الملعب في ليلة أكيد ما رح تتنسي.